انتوا فاكرين انكم مش هتشوفوني تاني؟ انا صحيح. بص يا سيدي، في مقولة بتقولك إن الدور بينادي صاحبه. يعني مثلا لو جبت ممثل غير هيث ليدجر يعمل الجوكر في ذا دارك نايت هتلاقيها مش راكبة، أنت مش متخيل حد غيره. مارلون براندو مثلا في ذا جاد فازر اترسمت في ذهنك شخصيته وطريقة أدائه وحركاته، فأنت كده هتلاقي أدوار أيقونية مرسومة على الناس اللي عملتها. لكن مش كل دور يا صديقي الممثل اللي عمله كان هو المرشح الأول ليه. أوقات الدور كان بيعدي على ممثل واثنين وثلاثة لحد ما بيرسى على صاحبه. أنا بقى النهاردة جاي أخدك في عالم موازي، وهنطرح سؤال مع بعض: ماذا لو الممثلين كانوا عملوا الأدوار اللي رفضوها؟ وهنسأل شوية أسئلة. هل العمل كان هينجح بنفس الشكل؟ طب هل كان هيغير في الشخصية؟ ايه اللي كان هيضيفه وايه اللي الدور كان هيخسره؟ تعال نتخيل مع بعض ايه اللي كان ممكن يحصل ساعتها. بص يا صاحبي، في عالم السينما القرار الأخطر مش اختيار البطل، إنما الأخطر هو مين اللي رفض الدور. لأن في أوقات كتير كلمة لأ كانت بتغير تاريخ أفلام بحالها. في ناس فاكرة إن الممثل أول ما بيتعرض عليه الدور بيوافق على طول، بس التاريخ بيقول لنا عكس كده. في ممثل كان بيطلع عين المنتج والمخرج والسيناريست عشان بس يتكرم ويوافق. الدور بقى مش عاجبني، مش مقتنع بالشخصية، حاسس إن الفيلم هيفشل، وهوب ممثل تاني يعمل الدور وتلاقي الفيلم ضرب، عشان صاحبنا بقى يقعد يندب حظه ويقول أنا إزاي ما عملتش الدور ده. وعندنا أمثلة كتير جدا، وأول واشهر مثال معانا هو فيلم الحريف. كلنا عارفين ان الفيلم اصلا كان مكتوب لاحمد زكي وفعلا بيتفق عليه وبيسجل مقدمه الفيلم بصوته، لكنه بيختلف مع المخرج محمد خان بسبب قصه شعر. خان كان عايز احمد زكي شعره طويل، بس احمد زكي بقى نونوت في دماغه انه يحلق زلبطه، وده بيستفز خان جدا، فبيقوم واخد السكريبت دايركت ويطلع بيه على الزعيم عادل امام. وبعد كده يا باشا تاريخ زي ما انت عارف، الفيلم اصبح من ايقونات عادل امام. لكن السؤال هنا: ماذا لو احمد زكي كان عمل دور فارس في الحريف؟ يا ترى كان هيجسده ازاي؟ الدور ده بالذات كان مبني على الصراع في كل حاجة، الصراع بين الحزن والضحك، الانكسار والأمل، اليأس والطموح. ومن وجهة نظري لو أحمد زكي كان عمل الدور كان هيقدمه بأبعاد مختلفة تماما. كان ممكن نشوف نسخة أكثر كآبة وسوداوية من فارس، نسخة أكثر ألم وانكسار وأقل سخرية، وكنت هتلاقي درجة تقمص مرعبة. بس هل معنى كده إن أحمد زكي كان هيقدم الدور وحش؟ بالعكس، احنا كنا هنشوف شخصية معقدة أكتر وليها أبعاد نفسية وفلسفية أعمق، وكانت هتدوب في عالم أحمد زكي التقمصي. إنما عادل إمام قدم الشخصية بخفة، كنت تحسه واحد عادي، لا جهز ابعاد ولا ذاكر الشخصيه ولا دخل في اعماقها ولا اي حاجه، انسان عادي بتشوفه في الشارع او على القهوه او في الترماي. واللي ياكد لك ده ان عادل امام نجم الشباك الاول وقتها نجوميته اختفت جوه تفاصيل الفيلم. مفيش عادل امام اللي الناس بتدخل مخصوص عشانه، مفيش اسلوب عادل امام المعروف، مفيش الزعيم. انت شايف قدامك فارس الحريف، عشان كده ده واحد من اعظم اداءات عادل امام. يعني مختصر الكلام، عادل امام قدم الشخصيه بشكل بسيط ومجرد، انما احمد زكي كان هيقدمها بشكل فلسفي عميق. وفي الحالتين كان الفيلم طبعا هيعيش حتى لو فشل في شباك التذاكر. وهنا هنفضل برضه مع عادل امام واحمد زكي، بس المره دي هنعكس الادوار. دور رفضوا الزعيم وراح للامبراطور، وهو فيلم البيه بواب. في الفتره دي الاتنين كانوا يعتبر في البرايم بتاعهم، وكان في منافسه شديده ما بينهم. البيه بواب اتعرض الاول على عادل امام وفعلا بيوقع العقد وبيستعد للتصوير، لكن قبلها بايام الزعيم بيخش على شركه الانتاج ويقول لهم معلش يعني احنا هنعمل حاجه بسيطه كده، هنغير المخرج بس. طب ليه يا عم؟ هو كده مش حاسه. طب يا عم يهديك يرضيك، مفيش. فالاتنين بيخشوا في خلاف وعادل امام بيسيب الدور. وهنا المكير محمد عشوب بياخد السكريبت ويطلع بيه على احمد زكي، اللي لما بيعرف ان الفيلم اصلا كان لعادل امام بيقوم رامي السيناريو على الارض وبيقول له انا ما بشتغلش مكان حد. بس بعدها بيهدى كده وبيقرا السيناريو بتأني، فبيعجبه وبيتحمس للدور لدرجه انه شارك في اختيار الكاست بنفسه، وبيقدم لنا احمد زكي واحد من اعظم افلامه وهو البيه البواب. وهنا هنسال سؤالنا: ماذا لو الزعيم ما كانش اختلف مع شركه الانتاج وكان كمل الفيلم؟ هقول لك انا يا باشا، عادل امام قدم وقتها شخصيات كتير شبه دور عبد السميع، زي الصعيدي في احترس من الخط، وقدم شخصيه الفلاح في المتسول ورجب فوق صفيح ساخن. والزعيم كان ليه تكنيك معين في اداء الشخصيات دي، كان دايما بيقدمها في القالب الساذج او المغفل اللي بيضحك عليه. عشان كده في اعتقادي انه لو كان عمل دور عبد السميع في البيه البواب كان ممكن يبقى استنساخ للتجارب دي، لان اصلا الناس حبته في الكاركترز دي وكان بيضحكهم جدا، بس مش هيبقى فيه تجديد. فنقدر نقول ان الزعيم لو كان عمل البيه البواب كنت هتلاقي جرعه الكوميديا اعلى، ما ننكرش ده، بس الدور كان هيبقى مكرر. انما احمد زكي الدور ده كان جديد عليه، ما كانش لعب الادوار دي قبل كده. احمد زكي كان بيميل شويه للادوار المعقده في اعماله، الشخصيات المليانه بالتفاصيل النفسيه، عشان كده موافقته على الدور ده كانت مخاطره كبيره. لكن الراجل بيخالف كل التوقعات وبيكشف لك جانب جديد في موهبته، وهو انه يقدر يقدم لك الكوميديا بس لو في ورق مكتوب صح. احمد زكي خد شخصيه عبد السميع بعيد عن الهزل شويه وقدمها لك في قالب الكوميديا الواقعيه، وقدر انه يغير من جلده تماما ويعرفك انه ممثل
شامل بيلعب كل الالوان. الخلاصه ان الزعيم لو كان قدم البيه البواب كنت هتلاقي تقريبا ضحك في كل المشاهد، جرعه كوميديا اعلى. انما الامبراطور عمل توازن للفيلم ما بين الكوميديا والدراما. الشخصيه مع الزعيم كانت هتبقى كاريكاتيريه اكتر، انما الامبراطور قدمها بطريقه اقرب للواقعيه. نخش بقى على فيلم يعتبر من علامات السينما وهو فيلم الهروب. الفيلم ده بقى يا باشا بدل الممثل عدى على 2 و3. الكاتب مصطفى محرم بيعرض الفيلم في الاول على نور الشريف، اللي لما بيقرا السيناريو بيقول لهم الفيلم ده مكتوب لعادل امام، ولما راحوا لعادل امام بيقول لهم يا جماعه ايه الفيلم العظمه ده، ايه الجمال والحلاوه دي، بس للاسف في مشكله قد كده اهو، الفيلم عايز اكشن وفرهده وانا عامل عمليه في ظهري. وهنا صناع الفيلم مش بيلاقوا قدامهم غير احمد زكي اللي بيوافق على الدور وبيقدم لنا ملحمه الهروب. طيب ماذا لو نور الشريف او عادل امام كانوا وافقوا على الدور؟ وهنا هبدا بعادل امام. الزعيم لو كان لعب دور منتصر كنا هنشوف منتصر مختلف تماما. عادل امام كاريزما عاليه وحضور طاغي، وشخصيه منتصر كان مهم جدا انك تتعاطف معاها. وهنا كاريزما الزعيم كانت هتطغى على الموضوع وكان ممكن ما يحصلش تعاطف من المشاهد. انما احمد زكي ولانه استاذ في التقمص وتقديم الشخصيات المعقده نجح انه يوصلك للتعاطف، لانه بيقدر يختفي جوه الشخصيه ويخرج لك النسخه اللي انت عايز تشوفها. اما بقى لو في منافس لاحمد زكي على الدور ده فهو نور الشريف، وده لانه نور كان استاذ في تقديم الادوار اللي فيها قهر وظلم زي سواق الاتوبيس والظالم والمظلوم. فلو كان قدم دور منتصر في الهروب انا شايفه كان هيقدم نسخه شبيهه لاحمد زكي، لان الاثنين اصلا بينتموا لنفس المدرسه، بس يمكن كفيزيكال الدور راكب على احمد زكي اكتر. السمار والملامح الحاده تحسه فعلا انه اقرب لشخص من الصعيد الجواني. كمان احمد زكي بيظهر لك الصراع القوي اللي كان جوه شخصيه منتصر. بركان تحسه هينفجر في اي لحظه، لكن نور الشريف كان بيهتم اكتر بالتفاصيل الخارجيه للشخصيه والاداء المجرد السلس. الاثنين كانوا هيوصلوا لك شعور الظلم بس كل واحد بطريقته، احمد زكي بالانفجار ونور الشريف بالهدوء والعقل. الخلاصه عادل امام كنا هنشوف بطل شعبي مطارد، نور الشريف كنا هنشوف مأساة انسان، انما احمد زكي احنا شفنا انسان اتحول لمأساة. خش لي بقى يا ابني على مسلسل الطفولة لن أعيش في جلباب أبي. أنت تعرف يا صاحبي إن المسلسل الأكثر مشاهدة في البيوت المصرية والعربية أبطاله كانوا مختلفين تماما عن الأبطال اللي شفناهم في المسلسل؟ أيوة زي ما بقول لك كده، خد عندك يا سيدي. دور عبد الغفور كان مترشح ليه محمود عبد العزيز، فاطمة كشري كانت هتبقى يسرا، عبد الوهاب كان هيبقى خالد النبوي، والتقيلة بقى إن الحاج سردينة فاكهة المسلسل كان هيبقى حسن حسني بدل عبد الرحمن أبو زهر. ده كان الكرو الأولي للمسلسل، بس كل حاجة اتشقلبت. يعني محمود عبد العزيز اعتذر عن الدور بسبب انشغاله فيلم انت لو اديتني 1000 جنيه وقلت لي ادخله هيبقى اهدار مال عام، فيلم اسمه الجنتل، هو باين اصلا من البوستر بتاعه. تخيل ترفض دور عبد الغفور عشان فيلم زي ده. يسرا بقى صناع العمل رفضوها لان جمالها لا يتناسب مع الجمال الشعبي الحورتجي، جمالها جمال كومباوندات من الاخر. اما بقى الفنان حسن حسني رفض دور المعلم سردينة بسبب الاختلاف على اجر الدور. وهنا بقى نسال سؤالنا المعتاد، ماذا لو الكاست القديم هو اللي كان كمل وعمل المسلسل؟ نبدا بدور عبد الغفور. تخيل معايا كده لو الساحر هو اللي عمل الدور، مش بعيد انك كنت تلاقي عبد الغفور بقى حاجه كده زي عبد الملك زرزور، قوه وهيبه ومعلمه. كنت هتلاقيه في الوكاله مالي مكانه. كمان كان هيضيف لمسه كوميديه للدور اللي هي ماركه محمود عبد العزيز، يعني حتى في المشاهد الدراميه وخناقاته مع مرسي كنت هتضحك. انما نور الشريف كان قادر يوصل لك احساس الظلم والقهر في بدايات عبد الغفور. كمان في البيت محمود عبد العزيز في دور الاب كان ممكن يبقى شديد شويه، يعني كان ممكن يمسك عبد الوهاب في مره يكسر له دماغه. بناته مثلا لما نزلوا عيد الميلاد من وراه كان ممكن يشلح الجلابيه ويدور فيهم الضرب. هو كان هيعمل الدور بشكل مختلف. انما بقى نور الشريف قدم الابوه بالشكل العفوي، حقيقي كان شبه اي اب مصري في الوقت ده، ما كنتش تشك في لحظه ان ده ممثل. الخلاصه ان محمود عبد العزيز كان هيخلي عبد الغفور قوي وعنده هيبه وصدامي شويه، انما نور الشريف قدم الدور برزانه وتوازن وسلاسه، وعمل التحول اللي في شخصيه عبد الغفور وهو سايب ايده. اما يسرا بقى لو كانت عملت فاطمه كشري اعتقد ان الشخصيه كانت هتتحول 180 درجه. اولا الوكاله كلها كانت هتبقى بايته عند عربيه الكشري ليل نهار. تاني حاجه ما كانتش هتبص لعبد الغفور اصلا، وكان ممكن تتارجت محفوظ سردينه مثلا. كمان الدور كانت هتزيد فيه جرعه السهوكه شويه، وما كنتش هتقتنع بيها كواحده واقفه على عربيه كشري شقيانه. انما عبله كامل بالنسبه لي جمالها كان مختلف، تحسها بنت بلد، طريقه كلامها وانفعالاتها ودرجه تقمصها حسستك فعلا انها من الطبقه دي. حتى لما بقت تحسها فعلا مصريه اصيله. فانا شايف انها هي اللي ضافت للدور مش العكس. ولو كانت الفنانه يسرا عملت الدور ما اعتقدش ان كنت هصدقها في دور الام
بسيطة بنت البلد زي ما جسدته عبلة كامل. نخش بقى على المعلم إبراهيم سردينة. تخيل لو فعلا الفنان حسن حسني كان كمل وعمل الدور. من وجهة نظري إن حسن حسني كان هيعمل الدور حلو جدا وكان هياخده لحتة تانية، وخصوصا إنه كان شاطر جدا في الأدوار دي. على سبيل المثال دور المعلم فرج في فيلم بوحة، أهو كان عامل معلم وكان فعلا ليه هيبة. بس يا جماعة اسمحوا لي، مع احترامي وحبي للعملاق حسن حسني، أنا مش قادر أتخيل الدور ده على حد تاني غير العبقري عبد الرحمن أبو زهرة. عبد الرحمن أبو زهرة قدم دور أيقوني بمعنى الكلمة، تحس إن الشخصية دي اتخلقت عشان هو يجسدها. ومستغرب جدا إزاي بعد الدور ده ما انتشرش ولا خد أعمال كتير ولا حد قدر موهبته. حقيقي لو جربت تشيله من المسلسل هتحس إن في حاجة كبيرة ناقصة. عبد الرحمن أبو زهرة قدم واحد من أعظم الأداءات يمكن في تاريخ الدراما المصرية، وما أعتقدش إن في حد كان هيعمل الدور زي ما عمله الراحل العظيم عبد الرحمن أبو زهرة. وبصراحة كل كرو العمل في المسلسل ده تحس إن الأدوار متركبة عليهم بالملي، عشان كده في الآخر خرجوا لنا تحفة فنية زي دي. وبس يا سيدي، دي كانت كل الأمثلة اللي معانا النهاردة. طبعا في أدوار كتير جدا ما اتكلمناش عنها، بس أوعدك إن دي هتبقى سلسلة وإن شاء الله هنكمل فيها. أنت لو عندك أي أفكار حابب نتكلم عنها الفترة الجاية اكتبها لي تحت في الكومنتات، وطبعا ما تنساش تكتب لي رأيك في الحلقة. أشوفك على خير يا صاحبي، سلام.